يا باشمهندس انا عملت اعلان على جوجل ومفيش اي حد جالي، وبعدين بقى الفلوس راحت ولا ايه؟ يا حاج عشان خاطر جوجل ما بيشتغلش بالريموت، انت مش مجرد بتدفع فلوس الزباين هتجيلك. امال ايه يا باشمهندس؟ ده انا دافع فلوس قد كده، مش لازم الزباين تيجي لوحدها ولا راح اجيبهم انا كمان؟ بص يا حاج، هنا المشكله في الكلمات اللي انت استخدمتها. قول لي كده، انت حطيت كلمات ايه في الاعلان؟ ده انا كتبت حته جمله، كتبت احسن منتج في السوق، مش كفايه كده ولا ايه؟ كفايه يا حاج كده، فلوسك وحشتك. الناس كده اللي بتخش لك بتدور على اي حاجه. لازم هنا تستخدم كلمات محدده بالذات مع جوجل، زي اسم المنتج او الناس اللي بتدور على حاجه شبيهه للمنتج اللي انت عايز تبيعه. دي الكلمات اللي هتفرق معاك وتجيب لك الناس الصح. ده كده الميزانيه راحت كلها يا باشمهندس، الله يعوض عليا، ده انا كتبت كل الكلام اللي ملوش لازمه بالمنتج اصلا. بالظبط. وجوجل كمان محتاج شويه وقت عشان تجيب لك الجمهور المستهدف الصحيح بتاعك. الموضوع طبعا يا حاج مش بيمشي في يوم وليله، محتاج صبر شويه. يعني لو عملت اعلان وكتبت فيه الزبون المثالي هيجي لي الزبون المثالي يا باشمهندس؟ لا يا حاج، لا يا حاج، بس لو عملت اعلان بالكلمات المحدده هتلاقي الزبون الصح. دلوقتي جاهز للمعلومه الجايه؟ اكيد يا باشمهندس، بس انا هتعلم كل ده لوحدي؟ لا يا حاج، احنا الناس بتوعنا هيشتغلوا لك، ما تقلقش. لا فكك يا باشمهندس، انت الفريق بتاعك ده بياخد فلوس كتير، لا انا هشتغل لوحدي، انا هظبط، بس قول لي الكلمات وانا هعملها. يعني انت يا حاج مضيع وقتي ومضيع شغلي عشان في الاخر مش عايز تشتغل معايا؟ لا انا كده اتوكل على الله يا حاج، السلام عليكم.